السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. القضية اللي هنتكلم عنها النهاردة حصلت في محافظة البحيرة، تحديدا في مدينة كفر الدوار. تفاصيل قضية النهاردة غريبة جدا، مش بس لأن المجرم كان قليل الأصل، ده كمان لأنه كان غبي جدا وما صنش لا العشرة ولا العيش والملح. بس قبل ما نبدأ في أحداث قصتنا ونعرف هو إيه اللي حصل لعم عيد، خلينا زي ما تعودنا نصلي على النبي وندعي لاخواتنا في غزة والمظلومين في كل مكان، ربنا ينصرهم ويصبرهم. في يوم من شهر يناير سنة 2025 اتحطت كلمة النهاية لواحدة من أبشع الجرائم اللي عدت على القضاء المصري. جريمة تفاصيلها كانت صادمة جدا، وتاريخ بدايتها كان في شهر مايو، والقصة دي كانت تخص عم عيد، راجل بسيط كان عايش في قرية صغيرة في كفر الدوار اسمها قرية حميدة. عم عيد كان أصلا راجل معدي 65 سنة وطلع على المعاش، راجل محترم جدا والكل بيحبه، وكان متجوز واحدة اسمها هنية من 30 سنة ومخلف منها أولاد وبنات، منهم اللي اتجوز وخلف له أحفاد، ومنهم اللي لسه عايش معاه في نفس البيت. بس رغم ان عم عيد كان جد الأحفاد وكان معدي 65 سنة، إلا ان مراته هنية كان عمرها 48 سنة بس. يعني هو اتجوز هنية وهي عندها 15 سنة تقريبا، وبقت أم وجدة وهي في سن صغير جدا. المهم ان يوم 14 مايو اختفى عم عيد تماما وما كانش ليه اي اثر، ولان من عادته انه كان ممكن يتخانق مع مراته واولاده ويسيب لهم البيت ويمشي يوم او اتنين، فما فيش اي حد كان قلقان عليه في البداية. بس الموضوع طول يوم واتنين وتلاتة واسبوع كامل محدش يعرف هو فين عم عيد. الراجل لا رجع للبيت ولا بيكلم حد، وحتى الموبايل بتاعه كان سايبه في البيت. عشان كده اولاده واخواته بدأوا انهم يدوروا عليه في كل مكان، بس عم عيد ما كانش ليه أي أثر. بدأ كل الناس في قرية حميدة يدوروا على عم عيد. عم عيد كان معروف إن معاه قرشين وحتة أرض، بس كل الحاجات دي كان بيسيبها في بيته. ده غير إن أصلا عم عيد ملوش أي أعداء، يعني مفيش أي سبب يخلي الراجل ده يختفي فجأة. بنت عم عيد كانت شايفة إن الحل الوحيد دلوقت إنهم يكلموا الشرطة ويبلغوهم باختفاء والدها، وفعلا الشرطة بدأوا يدوروا عليه، بس ما كانش فيه أي جثة بمواصفات عم عيد وصلت لهم للمشرحة، وكمان ما فيش أي واحد دخل المستشفى باسمه. طبعا كل الناس في القرية كانوا في حيرة كبيرة جدا، وعيلة عم عيد كانوا في توتر وقلق، ولحد دلوقتي مش عارفين هو راح فين. لحد ما واحد من أفراد العيلة اقترح على باقي العيلة إنهم يفتشوا البيت بتاع عم عيد، يمكن هناك يلاقوا أي حاجة تدلهم على المكان اللي هو فيه. وفعلا عيلة عم عيد اقتنعت بالفكرة واتجهوا على طول ناحية مراته وطلبوا انهم يفتشوا البيت. مرات عم عيد كانت شايفة ان الطلب ده غريب جدا، لان عيد كان شايل فلوسه واوراق الارض في البيت اللي هم عايشين فيه. عشان كده هنية رفضت طبعا، وقالت لهم انها مش هتسمح لاي حد يفتش البيت. بس لانهم كانوا رجالة وكان عددهم كبير وهي ست لوحدها وهم كانوا مصممين انهم يفتشوا البيت، بدأ الناس تتلم والجيران يقنعوا في هنية انهم يسيبوا افراد العيلة تدخل وتفتش البيت. ورغم ان هنية كانت خايفة على ورق زوجها وفلوسه، الا انها في النهاية وافقت انها تدخلهم للبيت. واهل عيد بدأوا يفتشوا البيت كويس جدا وما كانش فيه اي حاجة غريبة. بس لما وصلوا عند الأوضة الأخيرة اللي المفروض يفتشوها، صمموا انهم يفتحوا الأوضة دي، رغم ان هنية كانت رافضة رفض قاطع، وقالت بالنص ان دي الأوضة اللي عيد شايل فيها كل حاجة تخصه. هم قالوا لها انهم لازم يفتحوا الأوضة ويفتشوا فيها، واتجددت الخناقة مرة تانية، وهنية كانت مصممة انهم مستغلين غياب زوجها عشان يسرقوا اي ورق خاص بالارض. وقدام الاصرار بتاع هنية ان مفيش اي حد يدخل الأوضة واصرار اهله انهم لازم يدخلوا الأوضة، بدأ الموضوع يكبر وحصلت خناقة كبيرة. في اللحظة دي قرر واحد من اهل عيد انه يتصل بالشرطة ويبلغهم بكل اللي بيحصل في بيت عيد. فعلا الشرطة وصلت للبيت بسبب الخناقة الكبيرة اللي حصلت، وعشان تفض الموضوع ده قالوا انهم لازم يفتشوا الأوضة دي عشان يريحوا كل الناس. وهنا هنية ما كانش ينفع تقول لا للشرطة، واضطرت تسيبهم يدخلوا الأوضة. الشرطة فتحت الأوضة ودخلت عشان تفض المشكلة، لكن اللي لقوه جوه ما كانش ممكن أي حد إنه يتخيله. جوه الأوضة كان في ريحة وحشة جدا،
ريحة أفراد الشرطة كانوا عارفينها كويس جدا، ريحة جثة متعفنة. ولما تتبعوا الريحة دي لحد ما وصلوا لتحت السرير لقوا حفرة كانت لسه مردومة جديد. سألوا هنية عن الحفرة دي وهي قالت لهم إن عيد كان عامل الحفرة دي ومخبي فيها كل الأوراق والفلوس بتاعته، لكن الريحة اللي كانت طالعة من الحفرة دي ما كانتش بتقول كده. عشان كده أفراد الشرطة بدأوا يحفروا في المكان ده عشان يتأكدوا هو إيه اللي موجود هنا وعامل الريحة الوحشة دي. ولأن الحفرة ما كانتش عميقة فهم بسهولة قدروا إنهم يوصلوا للجثة اللي كانت مدفونة في المكان ده، والجثة دي كانت جثة عم عيد اللي بيدوروا عليها من أيام. طبعا في الوقت ده الدنيا اتقلبت عليهم، خصوصا وان الشرطة في العادي كانت بتشك في الزوجة في حالات اختفاء الزوج، لكن في البداية لما اتكلموا مع هنية وقت اختفاء زوجها ما كانش باين عليها اي حاجة غريبة، ده غير انها كانت بتوضح انها زعلانة على زوجها ومنهارة عليه. عشان كده اكتشاف الجثة في البيت كان مفاجئ جدا للشرطة، بس ما كانش مفاجئ لقرايب الزوج اللي كانوا اصلا شاكين في هنية بقالهم فترة وحاسين انها عملت حاجة في عيد. الشرطة قبضوا على هنية وفضلوا يسألوها، وفي البداية كانت ساكتة ومش عايزة تتكلم، بس مع الضغط بتاع الشرطة هنية اعترفت على كل حاجة. عم عيد كان معروف انه راجل طيب فعلا، لكن في نفس الوقت كان زوج شديد مع مراته هنية، وهي كانت بتحكي قد ايه كان بيهينها وبيضربها وما بيقولهاش ولا كلمة حلوة طول عمرها. ولما بدأ يكبر في السن الموضوع زاد معاه، خصوصا بعد ما طلع على المعاش وبقى قاعد في وشها طول الليل والنهار. عيد كان بيطلع زهق وغلبه على مراته اللي كانت لسه صغيرة في السن ومحتاجة تسمع منه كلمة حلوة. في الوقت ده عيد كان عنده قريب بيشتغل سواق وساكن قريب منه، والراجل ده كان صاحب عيد جدا وطول الوقت كان داخل معاه البيت وخارج من البيت. الراجل ده يبقى اسمه فايز وكان أصغر من عيد ب10 سنين. عيد كان مستأمنه على بيته ومراته وأولاده، والحقيقة إن الراجل ده كان فعلا أمين وبيوصل كل حاجة للبيت ويمشي. بس في آخر سنتين لما كان بيزور عيد في بيته بدأ يحصل تواصل بينه وبين مراته هنية، والاتنين بدأ يحصل بينهم إعجاب. واحدة واحدة اتحول الإعجاب ده لعلاقة غير شرعية، والاتنين كانوا متعودين إنهم يتقابلوا في بيت عيد وهو مش موجود هناك، وأحيانا كانوا بيتقابلوا في بيت مهجور في ظهر بيت عيد وهنية. استمر الوضع ده بينهم لمدة 2 سنين كاملين. قالت هنية إنها كانت في الوقت ده سعيدة جدا مع فايز لأنه كان بيهتم بيها وبيقول لها كلام حب وبيديها فلوس، وكل دي حاجات كانت بتسعدها لأن زوجها عيد كان بخيل عليها جدا في الفلوس وفي المشاعر. في النهاية فايز اقترح عليها إنهم يقتلوا سعيد، وده طبعا عشان يتجوزوا ويعيشوا سوا بعد ما يموت. قال لها إنهم يقتلوه دلوقت ولما الموضوع يتنسى بعد كام شهر يتجوزها عرفي، وهي وافقت على الخطة بتاعته باسم الحب. الاتنين خططوا الخطة الشيطانية دي، وفايز جاب لهنية أقراص منوم وسابها لها عند الشجرة اللي قدام البيت. هنية خرجت من البيت وقت العصر وأخدت البرشام ده واتجهت ناحية محل جنبهم، اشترت من هناك كيس تمر هندي ورجعت للبيت دوبت التمر ده في 6 حبات من برشام المنوم، وأقنعت زوجها إنه يشرب 2 كوبايات من البتاع ده. عيد شرب العصير وطلب منها العلاج اللي هو متعود ياخده. جابت له 4 حبات منوم وفهمته إن ده العلاج اللي هو بياخده. نام عم عيد وصحته هنية قبل الفجر بشوية، ادت له كوباية تمر تانية كانت مدوبة فيها 6 حبات منوم. طبعا ده كان عدد كبير جدا والراجل بدأ يفقد وعيه، بس هنية ما اكتفتش بكده وبلعته 4 حبات تانيين غصب عنه. ربع ساعة وكان عم عيد فقد الوعي. في الوقت ده فايز وصل للبيت ودخل من الشباك وسحب الشال بتاع عم عيد ولفه حوالين رقبته وادى لهنية الطرف التاني من الشال، والاتنين كانوا بيشدوا قصاد بعض. ولما اتأكدوا ان خلاص عم عيد مات اقترحت هنية على فايز انهم يدفنوه في الحفرة اللي عم عيد كان حافرها بنفسه عشان يشيل فيها الأوراق بتاعته. راح فايز يبص على الحفرة ورجع قال لهنية الحفرة دي على قد عيد بالملي، وإن عيد حفر قبره بإيده. ردت عليه هنية وقالت له غوار يلا في القبر خلينا نخلص. الموقف كان صعب جدا والاعترافات كانت صادمة لكل الناس، بس المفاجأة ما وقفتش لحد هنا، لأن لما اتقبض على فايز وحققوا معاه فايز قال كلام مختلف تماما. قال إن هو وهنية بيحبوا بعض من 5 سنين كاملين، وإن كان عندها استعداد إنها تخون زوجها معاه، وقال إن هنية هي اللي اقترحت عليه إنه يقتل عيد. ولما هو اعترض فضلت هنية تلح عليه بشكل كبير جدا وطلبت منه يساعدها في الجريمة اللي هي بتخطط لها، لكن هو رفض تماما اللي هي طلبته
فهي طلبت منه انه يجيب لها برشام منوم ومالوش دعوه باللي بيحصل. في نفس الليله دي كلمته وطلبت منه يجي للبيت بحجه ان الاولاد مش موجودين هناك، وفعلا راح، لكن اتفاجئ باللي هي عملته في عيد. قال كمان انه لقى هنيه لفه الشال حوالين رقبه عيد وبتطلب من فايز يشد معاه، وانها لما اتاكدت من موته طلبت منه يدفنه في الحفره اللي هم لقوها موجوده في البيت. قال كمان انه لقى هنيه لفه شال حوالين رقبه عيد وبتطلب منه يشد معاها من الناحيه التانيه، ولما اتاكد من موت عيد طلبت منه يدفنه في الحفره اللي موجوده في البيت. الاتنين اعترفوا على بعض ومفيش حد منهم كان بيحاول انه يحمي التاني، كل واحد بيقول ان التاني هو اللي قرر يقتل عيد. ده كمان فايز قال انه ما كانش هيتجوز هنيه لا عرفي ولا غيره، وانها ست مش كويسه، وهو فعلا عنده حق، لان هنيه هي ست قليله الاصل قدرت تقتل زوجها ابو عيالها عشان بتحب واحد تاني. ده حتى ما فكرتش تتطلق منه، لا هي عايزه تقتله على طول. لما فايز دفن الجثه في الحفره اللي موجوده في الاوضه خرجوا كلهم من الاوضه وحصل بينهم علاقه، وبعدها فايز مشي من البيت. تاني يوم لاحظت هنيه ان الاوضه كان خارج منها ريحه مش كويسه، عشان كده جابت اسمنت وعجنته بالرمل وحطته على الجثه عشان الريحه بتاعته تختفي، بس برضه الريحه كانت لسه موجوده. هنيه جابت رمل واسمنت بكميه كبيره، ده غير انها جابت معطرات كتير عشان ترميها في الاوضه، وكل ده والريحه كانت لسه موجوده. بس في الفتره الاخيره اهل عيد كانوا شاكين ان في علاقه بين فايز وهنيه، عشان كده صمموا انهم يفتشوا البيت بنفسهم. الاتنين اتحقق معاهم وتحولوا للمحاكمه، وفعلا في يناير اللي فات اتحكم على الاتنين بالاعدام. الجرائم دي احنا بنحكيها عشان نوعي باهميه اننا ناخد بالنا على نفسنا. عم عيد الله يرحمه مات، ربنا يغفر له ويرحمه، وهنيه وفايز مصيرهم معروف، عشان نبقى كتبنا كلمه النهايه لواحدة من أبشع وأحقر الجرايم اللي مرت على القضاء المصري. بس كده تكون انتهت قضية النهاردة. كنت عايز أعرف رأيكم في القضية، وشايفين هو فعلا مين اللي كلامه صح. لو عجبتك القضية ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.